مساء النور ورمضان مبارك سعيد. أولا أود أن أشكر مجموعة جي 2021 على منح هذه الفرصة لتقاسم رأيي معكم في موضوع يشغل بال العالم بأسره، وأسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يعيد لنا السكينة. طبعا هذا الوباء الذي أثر على البشرية بكاملها والذي للأسف ستكون له انعكاسات جد سلبية على دول العالم بكاملها. قبل الحديث على هذه الانعكاسات لابد أن نستحضر جميعا المبادرات الاستباقية التي جعلت المغرب في طليعة الدول والتي يشهد لها العالم بحسن تدبير المرحلة، ويرجع طبعا الفضل في ذلك لجلالة الملك وللمبادرات الجريئة التي قام بها، وكذلك للسرعة التي تم بها الاشتغال، بحيث تم إحداث صندوق لمواجهة تداعيات الجائحة، وتم أيضا إحداث لجنة اليقظة لمتابعة التطورات، والتي كانت تتخذ اللازمة في حينه، بحيث تم إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية والجوية، تم بعد ذلك فرض الحجر الصحي، ثم بعدها تم فرض حالة الطوارئ، تم فرض استعمال الكمامات، إضافة إلى تأهيل المستشفيات وتحويل فضاءات خارجية إلى أماكن لاستقبال المصابين. أيضا تم تمت تعبئة الموارد البشرية والموارد الطبية والموارد المالية لمواجهة هذا الوباء. بالموازاة برز شيء أساسي وبالواضح، خصلة التضامن والتآزر من خلال التبرع بمبالغ مالية هائلة لفائدة صندوق تدبير الجائحة. وكذلك واحد الحاجة اللي تثير الاعتزاز، وهي أن حتى الفقراء تبرعوا، كاين اللي تبرع ب10 دراهم ب20 درهم إلى غير ذلك. ثم كذلك كانت حملات التبرع بالدم. لابد كذلك أن نستحضر تجند الأطباء والممرضين والمساعدين والتقنيين والأطباء المتقاعدين والطلبة الأطباء، كلهم تجندوا ووضعوا أنفسهم رهن إشارة المسؤولين، سواء كانوا من القطاع العام أو من القطاع الخاص أو من المستشفيات العسكرية. تم كذلك تجند كل السلطات المعنية وكل الجهات المعنية للقيام بالتعبئة، بالتواصل، بالتوعية، بتوزيع المساعدات. أيضا المجتمع المدني، شباب، نساء، وضعوا أنفسهم رهن إشارة السلطات لتقديم الدعم خلال الأزمة. في إطار هذه التعبئة أيضا برزت كفاءات قادرة على الخلق والإبداع والاختراع. لاحظنا كيف استطاعت تلك الكفاءات التفاعل مع متطلبات الأزمة محليا وبسرعة فائقة. اختراع أجهزة للتنفس الاصطناعي، اختراع أجهزة لقياس الحرارة عن بعد، تم تحويل بعض المصانع لصنع الكمامات، لدرجة أن المغرب أصبح يحتل الدرجة الثانية بعد الصين الشعبية فيما يتعلق بتصدير الكمامات. ثم نجد كذلك في إطار التضامن وفي إطار التآزر الدعم الذي تم تقديمه للمتضررين من الحجر الصحي، سواء من الذين ينتسبون لصندوق الضمان الاجتماعي أو من الذين يحملون بطاقة الرميد، أو حتى من أولئك الذين لا يحملون هذه البطاقة ولا تلك. وبالتالي تم التفكير في كل الجوانب المتعلقة بالأزمة، بالوباء، بالتأثير السلبي
على المواطن. وهذه طبعا مبادرات وعمل يحسب للمغرب ويجعلنا نعتز ببلادنا ونفتخر ببلادنا. طبعا هذا الاعتزاز ببلادنا وهذا الافتخار بانضباط المغاربة وحديث العالم عن المغرب بإعجاب في هذه الفترة لن ينسينا أن الوباء كذلك عرى واقع مزري وأبرز اختلالات كبيرة، ونسجل مثلا هشاشة المنظومة الصحية، قلة الموارد البشرية، ضعف التجهيزات. وهذا طبعا يفرض علينا تجاوز هذه الوضعية بتجاوز بعض الأخطاء المرتكبة في السابق، مثلا كما حدث في السابق إغلاق مدرسة الممرضين لسنوات، ونحن الآن في أمس الحاجة للممرضين والممرضات والأطباء والتقنيين إلى غير ذلك. ثم كذلك ضعف الميزانية المخصصة لقطاع الصحة، الميزانية التي تخصص لقطاع الصحة غير كافية، ضعيفة جدا، ضئيلة جدا، ويجب مراجعتها، لأن المغرب ليس بمأمن مستقبلا. يعني هناك أوبئة، هناك أمراض، هناك أشياء كثيرة يجب الاستعداد لها حتى قبل حصولها. أيضا تجاوز التهميش الذي يطال الأبحاث سواء في ميدان الطب أو الصيدلة أو الأوبئة أو الأمراض المعدية إلى غير ذلك. ثم لا بد من التفكير في التغطية الصحية، تعميم التغطية الصحية. ولاحظنا المشاكل التي طبعا ظهرت خلال هذه الأزمة بالنسبة لأولئك الذين لا يتوفرون على التغطية الصحية. كذلك يعني الواقع المزري يظهر كذلك في هشاشة المنظومة التعليمية. صحيح أن ما قامت به الوزارة شيء جميل جدا، ولكن هل تعتقدون أن كل الأطفال استفادوا من التعليم عن بعد؟ لا، طبعا لا. آلاف الأطفال لم يستفيدوا من هذا التعليم عن بعد. إن أولا هناك الإمكانيات وهناك القدرة على متابعة، يعني واحد عنده أسرة ديالو يمكن لها تتبع مع الأستاذ وتتبع مع كذا عن بعد، واحد ما عندوش اللي يمكن يتبع معه. ضيف إلى هذا حتى ولو كان عنده الانترنت في الجبل ولا في القرية، واش كاين الصبيب ديال الانترنت اللي يمكنه من متابعة الدرس إلى غير ذلك. على كل حال هي عملية تشكر عليها وزارة التعليم، ولكنها لم تكن مفيدة 100%. ثم كذلك طبعا هناك هشاشة الاقتصاد الوطني. صحيح أن أحسن شيء كان هو إحداث ذلك الصندوق لتدبير الجائحة، وتلك التبرعات التي قام بها المغاربة، سواء كانوا يعني عندهم أموال أو ما عندهمش، يعني كل شيء تبرع. فهذا كان شيء أساسي، لأن الاقتصاد الوطني أصلا كان هشا نتيجة ارتفاع المديونية، نتيجة تقلص الطبقة المتوسطة، نتيجة استمرار سياسة فرض الضرائب الجديدة التي أثرت على الطبقة المتوسطة، وكذلك نتيجة توسع دائرة الاقتصاد الغير مهيكل. ولاحظنا في هذه الأزمة يعني الأرقام أظهرت على أن أكثر من 20 مليون ديال المغاربة كيعيشوا من القطاع الغير مهيكل. والقطاع الغير مهيكل شنو السبب ديالو؟ راه يمكن لينا نهيكلوه إذا قمنا بجوج ديال الحويجات. أولا راه السبب ديال الاقتصاد الغير مهيكل بالإضافة إلى يعني نقولوا عدم التوعية وعدم كذا إلى غير ذلك، ولكن كاين ارتفاع نسبة الضرائب وكاين غياب الأمثلة في التعامل مع الضرائب. إذا الاقتصاد ديالنا بان على أنه هش، وأنا كنقول هذا الشيء لأن كيخصنا ما بعد كورونا اشنو غادي نديروا باش نتجاوزوا جميع الاختلالات الموجوده لدينا. كذلك واحد الملاحظه اساسيه في هذه الازمه، كذلك غابت الاحزاب السياسيه، اغلبهم اكتفوا بالدعوه للبقاء في البيوت. بل واحد الشاب قال لي واحد الكلام بالامس، كنت كنتكلم معه، قال لي سمعنا كثير حتى كدنا نحفظ اسماء القياد والبشوات ولم نسمع أسماء بعض السياسيين وبعض القادة وبعض إلى آخره.
طبعا إذا أضفنا إلى هذا أن تدبير أو أن القطاعات المعنية بتدبير هذا الوباء على رأسها وزراء تكنوقراط، كيبان آنذاك الغياب ديال الأحزاب السياسية عن هذه المرحلة. وطبعا عن الوزراء الذين تكلفوا من خلال لجنة اليقظة نوجه لهم واحد التحية كبيرة، لأنهم قاموا بمجهودات جبارة سواء على لمواجهة هذا الوباء، سواء على مستوى تجهيز المستشفيات وتعبئة الأطباء وكذا، أو على مستوى المتابعة، أو على مستوى التوعية، أو على مستوى فرض القوانين التي تمكن من حماية المغاربة من هذا الوباء. الآن نحن أمام مرحلتين أساسيتين. أولا مرحلة السيطرة على الوباء ومنع تفشي الفيروس وتخطي المرحلة بأقل الخسائر في الأرواح، وهذا طبعا يتطلب الاستمرار في اتخاذ الوسائل الوقائية، في الالتزام، في الانضباط للحجر الصحي إلى حين توفر الجو الملائم لرفع الحجر الصحي. وطبعا هذا لم يعد فقط دور السلطات، ولكن أصبح دور المواطن، لأن التعبئة والتوعية هذه شهرين وحنا كنديروا التعبئة والتوعية، الآن تيخص المواطن هو يدير التوعية لراسه، هو يدير التعبئة لراسه. ثانيا وهي مرحلة أساسية، الإعداد لما بعد الوباء. حياة جديدة تنتظرنا، سلوك سيتغير، ممارسات ستتغير، الاقتصاد الوطني سيزداد هشاشة لأن كل القطاعات تأثرت. ويكفي أن نذكر مثال واحد اللي هو متمثل في القطاع السياحي والنقل الجوي، واللي خروجه من الأزمة سيستغرق وقتا طويلا، لأنه متأثر أو سيكون متأثرا بالدرجة الأولى بوضعية أوروبا، غادي يكون تأثير مباشر. غير في هذا 2020 الآن نحسبوا حتى نهاية دجنبر 2020، في هذه المرحلة غادي يكون فقد المغرب حوالي 8 ديال الملايين ديال السواح، وفقد 3 ديال الملايين من مغاربة العالم اللي كانوا كيجيو المغرب. طبعا سترتفع نسبة البطالة، الفنادق، المطاعم، وكالات الأسفار، وما كتوقفش هنا، وكتمشي لبائعي اللحوم وبائعي الخضر وبائعي الفرجة في الساحات العمومية، حتى السقاء الذي يبيع الماء في ساحة جامع الفلاح حتى هو كان كيشتغل مع القطاع السياحي والنقاشة وديك اللي كتبيع الحيلي واللي كتبيع إلى غير ذلك. إذن فقطاع السياحي تأثر بشدة، ويمكن أن أقول أنه أول القطاعات المتضررة، ولكنه سيؤثر على قطاعات أخرى، ومن بينها تقليص نسبة الضرائب وضمان استفادة المغاربة من تأديتهم للضرائب. إذن نعود هذه الفقرة هذه، لأن بالنسبة لي مهمة جدا أن أولى الأولويات هي النموذج التنموي بصيغة جديدة تضمن العدالة المجالية، تضمن تأهيل المنظومة الصحية، تضمن تأهيل المنظومة التعليمية، وتضمن تأهيل الاقتصاد الغير المهيكل، وتضمن كذلك إصلاح الإدارة وتأهيل الإدارة بواحد النوع جديد. الآن احنا مطالبين بتعزيز العمل عن بعد، بانت الأهمية ديالو. احنا مطالبين بتعزيز الإدارة الرقمية، بانت الأهمية ديالها. كذلك النموذج التنموي لابد أن يأخذ بعين الاعتبار تأهيل قطاع الخدمات، وشيء أساسي جدا لابد من تشجيع الأبحاث في ميدان الطب والصيدلة وصناعة الأدوية. إذن هذه أولى الأولويات. من الأولويات أيضا إعادة النظر في قانون الأحزاب، في القوانين الانتخابية، في معايير تحمل المسؤولية، في تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، في تفادي منطق الولاءات والقرابات والعلاقات عند توزيع المسؤوليات الحزبية. والأولوية الثالثة
وهي وأسطر عليها مرات كثيرة، وهي التوعية ثم التوعية ثم التوعية، التحسيس ثم التحسيس ثم التحسيس. وهذا بالأساس هو دور الإعلام، هو دور الإعلام. لا بد أن يقوم الإعلام كذلك بهذا الدور الأساسي الذي يتمثل في توعية المواطنين وتحسيسهم وتقريبهم من الوضعية التي يعيشها المغرب. يجب أن نشعر بالوضعية بخطورة الوضعية، بخطورة الوباء، وبكذلك بأن المرحلة دقيقة. لأن إذا ما تعاوناش كلنا مغاربة، لأن راه ماشي مسؤولين هما فقط اللي غادي يحلوا هذا الإشكال، يجب أن يتم التعاون بين كل المغاربة من كل الفئات ومن كل الأعمار لكي نتجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر. شكرا لكم، وأضع نفسي رهن إشارتكم للتفاعل مع اقتراحاتكم وآرائكم. شكرا مرة أخرى. مساء النور من جديد. أريد فقط أن أتفاعل مع مداخلة الأخت التي تحدثت عن إشكالية المغاربة العالقين بالخارج. أولا أنا لست هنا بصدد الجواب عن الأسئلة، أنا بصدد تبادل الرأي معكم، تبادل الرأي، تبادل الاقتراحات، ويعني نتبادل الرؤى. فيعني لست هنا من أجل الجواب على أسئلة، لأنني لست مسؤولة حتى أعطي الجواب لكل سؤال، فقط هناك تفاعل مع الملاحظات والاقتراحات والآراء. وأريد أن أقول صحيح أن المغاربة العالقين بالخارج هذا واحد من تداعيات الوباء، كما أن أجانب لا يزالوا عالقين بالمغرب كذلك. مثلا ديك المجموعة ديال الصواح الموجودة بأكادير، صحيح أن السلطات توفر لهم كل الحاجيات الضرورية، ولكنهم لا يزالون عالقين لأن الدول أغلقت الحدود. صعب أن نتحدث عن عن إرسال طائرة أو استقبال طائرة في حين أن الحدود كلها تم إغلاقها. بالتالي الحل لن يكون إلا بعد انفراج هذه الأزمة. لكن في المقابل هادو مواطنين مغاربة، وعلى المغربي مسؤولية التكفل بهم وتقديم المساعدات الضرورية لهم، وهذا أعتقد أن السفارات الموجودة في هذه البلدان تقوم بهذا الدور. أعتقد أنها تقوم بهذا الدور، وبالتالي لا يمكن أن نطلب أكثر. فاقد شيء لا يعطيه. إذا كانت الحدود مغلوقة، ولكن السفارات عليها أن تقترب من هؤلاء المغاربة وأن تقدم لهم المساعدات الضرورية في انتظار أن تنفرج الأزمة. مساء النور من جديد. أريد أن أتفاعل كذلك مع الفكرة أو السؤال الذي طرحه الأخ عن الطبقة الفقيرة، وأكرر أنني ليست لي الصلاحية لإعطاء جواب قاطع حول سؤال، أنا فقط أعطي رأيي في الموضوع. فتحديد الطبقة الفقيرة أو المعايير التي يمكن الارتكاز عليها طبعا هي من صلاحيات الوزارة المعنية التي تتوفر على كل المعطيات، والتي يجب أن تضع معايير وأن تطلع عليها الرأي العام. يجب أن نعرف كلنا أو جميعا المعايير التي تعتمدها الجهات المعنية من أجل تحديد صفة الفقر. وبناء على تلك المعايير يجب وضع لوائح مضبوطة، لأن هناك من المغاربة الذين لا ما يرضعوش يمشيوا ويطلبوا شي حد يعطيهم شي حاجة، ولكن يجب على الجهات المعنية أن تضع اللوائح المضبوطة لهؤلاء لتمكنهم أولا من الاستفادة من بطاقة الرميد بدون عراقيل.
راه حتى اللي كيمشي يقلب على بطاقة الرميد راه كتكون فيه مشاكل. أو الدعم عند الحاجة، بحال مثلا في هذه المناسبة ديال هذه الأزمة أو هذا الوباء، المفروض أن تكون عندنا لوائح مضبوطة والدعم يمشي مباشرة لأصحابه. فأنا بالنسبة لي أنا يعني في اعتقادي أن باش نحدد صفة، يعني باش نقول على أن هذا الإنسان فقير، يجب أن أراعي الدخل ديالو، يجب أن أراعي إن كان يتوفر على سكن أم لا. اللي ما كيتوفرش على سكن راه فقير. يجب أن أراعي عدد أفراد الأسرة، شحال فيهم ديال الأطفال، شحال اللي كيقراو منهم. يجب أن أراعي الحالة الصحية لرب الأسرة، هل هو قادر على الاشتغال أم لا يعني واش هو بعد قادر يخدم أو ما قادرش يخدم، واش هو كيخدم أو ما كيخدمش. إذن هذه كلها، واش عنده شي دخل أو ما عندوش الدخل، هذه كلها أمور لا يمكننا أن نتحدث فيها إلا في ظل معطيات حقيقية اللي هي طبعا تتوفر عليها الوزارة المعنية، واللي هي اللي كيخصها تقوم بهذا العمل وتنشروا وتقولوا لنا راه العدد ديال المعايير التي نعتمدها من أجل تقديم الدعم أو من أجل الحصول على بطاقة الرميد أو من أجل يعني تقديم المساعدة هي كذا وكذا وكذا وكذا. ولكن كنعاود نكرر على أن الداخل والسكن وعدد أفراد الأسرة والأطفال اللي تيمشيو للمدرسة والحالة الصحية، كل هذه أشياء تدخل ضمن المعايير لكي نحدد هذه الفئة. وإن كنت أتمنى أننا نوجد حلول أخرى من غير ذاك الدعم المباشر، أن نجد حلولا أخرى، حلول اللي يمكن يعني نساعدوا المواطنين باش يشتغلوا، أو هذه الطبقة اللي هي محتاجة نساعدوها باش تشتغل، باش يكون عندها واحد الدخل قار. أما تقديم الدعم وكذا كيكون غير في المناسبات، ولكن مساعدة المواطن المغربي على إيجاد الشغل، على إيجاد دخل، يعني على ضمان دخل ولو دخل قليل، كما كيقولوا المغاربة قليل دايم أحسن من كثير ومقطوع. على كل هذا سؤال يجب أن يطرح على السيدة الوزيرة المعنية. نور من جديد لأتفاعل مرة أخرى مع مداخلتكم القيمة، وأبدأ بمداخلة الأستاذ عبد المنعم الباحث في المالية العامة والضرائب، وأقول له جملة واحدة: أنا أتفق معك يا أستاذ عبد المنعم في كل العناصر التي تحدثت عنها في مداخلتك. كل ما قلته في مداخلتك أنا أتفق معك، يعني تماما، أتفق تمام الاتفاق، وأشكرك على هذه المداخلة القيمة. فيما يخص الأخ جليل، طبعا ليست لدي صلاحية تقييم عمل البرلمانيين سواء كانوا في الأغلبية أو المعارضة. لن أقيم عمل أحد لأن التقييم له ضوابطه، لا يمكن أن أقول هذا كذا أو هذا كذا. لا، التقييم له ضوابطه، ولا يمكن أن نقيم عملا إلا إذا كانت عندنا كل المعطيات. كما قلت سابقا، أنا في هذا اللقاء وضعت أرضية للنقاش نغنيها جميعا، أنتم من جهتكم وأنا من جهتي، نتبادل الآراء، نتفاعل فيما يخص آراء هذه الجهة أو تلك، نتحدث عن أو نقدم اقتراحات حول التداعيات التي نتحدث عنها، تداعيات هذا الوباء الذي يقض مضاجعنا جميعا. ومع ذلك أقول لك في رأيي، لو كنت برلمانية الآن، لأنني أنا برلمانية سابقة، لو كنت في البرلمان حاليا، برلمانية سابقة ورئيسة فريق برلماني سابقا، أما الآن فأنا نائبة رئيس جهة مراكش. لو كنت في البرلمان حاليا لصوتت لصالح قانون الطوارئ الصحية، لأن هذا يعني وضع من أجل حماية المواطنين. هذا ظرف استثنائي يتطلب يعني معالجة استثنائية
الهدف منه هو حماية المواطنين. لما كتفرض الكمامة يعني على المواطنين فهذا في مصلحة المواطن. لما كيتفرض ظرف أو نظام الطوارئ هذا كذلك في مصلحة المواطن. لما كيتفرض الحجر الصحي هذا أيضا في مصلحة المواطن. إذن لا يمكن أن أصوت إلا بالإيجاب لصالح ما هو أصلا حماية للمواطنين. فيما يتعلق بما تم تسريبه عن مشروع قانون يخص التواصل الاجتماعي بالصيغة التي أتى بها، أعتقد أن لا أحد سيوافق عليه، سواء كان من الأغلبية أو من المعارضة، سواء كان من اليمين أم من اليسار أم من ما عرفت شنو. ولذلك أعتقد أن الحكومة فهمت رسائل المواطنين وأجلت النقاش إلى حين استيفاء الشروط. وأهم شرط هو لما تكون واحد القانون مهم، واحد مشروع قانون مهم كيتفتح فيه النقاش، أولا توسيع دائرة النقاش على مستوى الأحزاب السياسية، على مستوى النقابات، على مستوى المجتمع المدني، على مستوى الخبراء، حتى كي ينضج المشروع عاد كنجيبوه للمصادقة عليه. إذن هذا في اعتقادي أنه يعني واحد مشروع قانون ما ناضج شيء، وكيف قلت ما تم تسريبه عنه ليس في صالح أي أحد ولا حتى في صالح. وعلى كل حال حتى هذه المرحلة بالضبط أنه يخرج هذا المشروع قانون أو يتسرب ما تسرب منه في هذه الفترة اللي فيها المغاربة كلهم موحدين، أعتقد أنه ضد مصلحة المغرب وضد مصلحة المغاربة. بالنسبة للأخ عبد الكريم، أكيد أن الوباء راه كنقولوا حنا رب ضارة نافعة، وكنقولوا كم من نعمة فيها نقمة وكم من نقمة فيها نعمة. إذن هذه يصدق عليها كم من نعمة فيها نقمة، كم من نقمة فيها نعمة. طبعا هذا الوباء عنده إيجابيات كثيرة. هو وباء على كل حال، وباء فيه ناس أصيبوا، ناس ماتوا كذا، يعني هذا شيء طبعا مؤسف جدا وفيه اقتصاد غادي يتمس، ولكن في نفس الوقت عنده إيجابيات. شنو هي الإيجابيات ديالو؟ هي إيجابيات في الحقيقة معنوية أكثر منها مادية. أولا يعني واحد أيقظت القيم المتأصلة في المغاربة، التضامن والتآزر والإحساس بالمسؤولية وغياب الأنانيات الفردية. هذه أشياء متأصلة في المغرب ولا تظهر إلا وقت الأزمة، وهذا شيء جميل جدا أن نتوحد في أوقات الأزمات، وأن نتضامن وأن نتعاون وأن نتكامل. وشيء غريب جدا ما حدث في المغرب خلال هذه الفترة. تلك المصانع التي بدأت تصنع الكمامات وتوزعها في بعض الأحيان مجانا، أولئك الشباب الذين اخترعوا وأبدعوا وأنجزوا أشياء كثيرة مثل آليات لقياس الحرارة عن بعد، مثل أجهزة التنفس. يعني هناك أشياء إيجابية جدا برزت مع هذه المرحلة الوبائية. بالنسبة للعلاقة مع الدول، طبعا الدول إغلاق الحدود وإغلاق الدول، يعني انغلاق الدول على نفسها، يعيدنا أو يعيد ذاكرتنا إلى ما كنا نؤمن به في سياساتنا السابقة، الاكتفاء الذاتي. ولذلك كنا يعني كانت عندنا واحد الآن طبعا خصنا نرجعوا لها. السياحة خصنا نعطيو الأولوية للسياحة الداخلية. مزيانة السياحة الخارجية طبعا لأن كتجيب لنا العملة الصعبة وكتجيب لنا العلاقات مع الدول وإلى غير ذلك، ولكن السياحة الداخلية يجب أن تعطاها قيمتها، يجب أن تعطاها الأولوية. يجب أن نفكر في السائح المغربي، أن السائح المغربي راه داكشي اللي كيصرف ملي كيمشي لإسبانيا ولا لفرنسا كثر من داكشي اللي كيصرف الفرنساوي ملي كيجي للمغرب. وبالتالي يجب أن يهتم القطاع السياحي بالسياحة الداخلية، لأن السياحة الداخلية هي عندها شروطها. السياحة الداخلية ماشي هي السياحة ديال الأوروبيين أو ديال الأمريكيين أو ديال الإنجليز، لأن المغاربة كيديروا السياحة
في إطار يعني في داخل يعني الأسرة كلها كتسافر، ماشي كيسافر واحد ولا الأسرة كلها كتسافر، وبالتالي تيخصها شروطها، تيخصها الإقامات اللي يمكن لها كذا، تيخص إعادة النظر في الثمن، تيخص إعادة النظر في الضرائب والرسوم إلى غير ذلك. الفلاحة أيضا، راه الفلاحة هي اللي كتضمن لنا على الأقل القوت، الاكتفاء الذاتي فيما يخص الغذاء اليومي. الصناعة كذا. على كل حال الاكتفاء الذاتي هو من ضمن الأمور التي يجب أن تفكر فيها الحكومات ما بعد الوباء، لأن ما بعد الوباء سيتغير كل شيء، ستتغير السلوكات، تتغير يعني أمور كثيرة ستتغير، وبالتالي على الحكومة أن تعيد النظر في سياساتها بشكل عام. فيما يتعلق بالأحزاب والنقابات أيضا أقول نفس الشيء، يجب عليها أن تعيد النظر في صلاحيتها، في طرق تدبيرها، في طرق اشتغالها، في أهدافها، في طموحاتها، يجب أن تعيد النظر وأن تضع يعني الوطن أولا وقبل كل شيء، لأنني كما قلت بعد الوباء، بعد هذه المرحلة سوف يتغير كل شيء. فالذي لم يفهم رسالة كورونا لن يفهم